عرفتي شنو؟ لقيت واحد الفكره واعره ما عمرها كانت في السوق، باقا جديده، ما عنديش المنافسين ديالها، ومن النهار الاول غتبدا تدخل الفلوس. صافي بديت كندخل العاقه. ولكن اجي نقول لك، واش في خبارك بلا راه خاصك دير بحساب بزاف د الحوايج واخا غادي تدخل الربح من النهار الاول، واخا ما عندكش منافسين، واخا الفكره جديده؟ اجي نقول لك، خاصك تعرف بلا اي مشروع واخا يكون فكره جديده وما عندكش منافسين ومدخله فلوسها من الدقه الاولى، راه كدوز من واحد المراحل. المرحله الاولى هو لا كرواسونس، النمو. فاش يلاه كتبدا غادي طالع في هذاك المشروع، كيبان لك راه كاين واحد التحسن، غادي مثلا بديتي كتدخل فلوس الى اخره، غادي حطيتي انت واحد لانفستيسمون، بديتي كتدخل فلوس، غادي دوك الفلوس كيطلعوا حتى وصلتي لواحد المرحله اللي بقات هذيك المدخول بقى ستاغنا، بقى نفس الفلوس اللي كتدخل هي نفسها اللي كتستعملها باش تخلص المصاريف ديالك، يعني يلاه كتخرج بالزيرو. كاينين شي ناس اللي ما كتعجبهمش هاد القضيه وكيبدا يقول لك ويلي واش انا يا عام وانا خدام ويلاه كنجيب الزيرو، ما يمكنش هادشي، صافي بالنقص كاع من هاد المشروع. صبر، مازال نزيدك حاجه اخرى. واش عرفتي من مورا هاد المرحله شنو كتجي المرحله ديال هذاك الشيء اللي كنتي غادي فرحان به انه غادي طالع، وصل واحد الوقيته وستاغنا وما بقاش عاجبك الحال، غادي يوصل واحد الوقيته اللي غادي يبدا يهبط. داكشي علاش خاصك دير في بالك من دابا كيفاش غادي تقدر تحافظ على داكشي اللي دخلتي في المرحله ديال النمو، باش انك تبقاش هذا التوازن ديالك، هذاك التوازن اللي في المرحله ديال الزيرو، باش هذاك الشيء هو اللي غادي ينفعك في المرحله اللي غادي تبدا هابط. هذيك المرحله ديال الهبوط مرحله طبيعيه، وماشي هي اللي كتحدد ان داك المشروع ديالك فشل. علاش؟ حيت اي مشروع كما بغى يكون كيدوز من هذيك المرحله، انت كتبان لك بلا راه هي هابطه، ولكن راه مازال غتجي واحد الطلعه من موراها. المهم هو انك تعرف كيفاش تغياجي في هذيك المرحله باش انك تعاود ترجع تاني طلع هذاك الكيرف ديال النمو. هاد المرحله فاش كتوصل ليها يقدروا يكونوا عندها بزاف ديال الاسباب، سواء ان الفكره ديالك بدات كتنتشر وبانوا منافسين جداد، ولا الناس صافي وصلوا لواحد المرحله ديال لا ساتوراسيون، خداو هذاك البرودوي من عندك وما بقاوش في هذيك الحاله محتاجينه الى اخره. هادشي مثلا الا كنتي كدير واحد البرودوي ولا كدير البيع والشراء، المهم كتبيع واحد الحاجه اللي هي ملموسه. ولكن بالنسبه للناس اللي كيقدموا الخدمات بحال مثلا المحامين، النوتير، الاستشاريين، المستشارين الى اخره، هادو كتكون عندهم واحد المشكله واحده اخرى، هو ان اول حاجه بعدا راه كتبدا واحد النمو شويه بسيط، ولكن كتكون باش غادي تاخذ من عندهم هذيك الخدمه ديالهم انت كزبون ما كتخلصهاش ليهم كامله، يعني كتعطي 50% مثلا قبل ما يبداو، 50% فاش كيسالي ويبغي يعطيك الخدمه ديالك. وحاجه اخرى هو ان ماشي اي واحد غادي يجي عندك الا انت كدير واحد السيرفيس ومازال يلا حال، خاصك تبني واحد ليماج ديالك اللي هي مبنيه على الثقه، باش هذيك الساعه عاد كتبدا غادي طالع. اما بالنسبه للناس اللي مثلا كيبيعوا دي برودوي ولا كيديروا شي حاجه اللي ملموسه، هنا غادي خاصك تبدل شي حاجه في هذاك البرودوي، ولا تطيح الثمن، ولا تزيد الكاليتي، ولا تطور هذاك المنتوج ديالك باش غادي ترجع تطلع هذيك الكيرف ديال النمو كما قلنا قبيله.